طبعا احنا بنخش على البارامتر هنا علشان نبدأ نعاير. المعايرة تبقى على انهي رقم بالظبط هنعرفها دلوقتي. لازم بنبدأ الانكودر ده بيبقى جاي بمقاسات مختلفة، او البلس بتاعه مش متناسب مع العداد، فلازم ابدأ اعمل له اعادة معايرة بين دي ما بين. المعايرة بندخل على البارامتر هنا بندوس موت طويلة. خلاص هنا بيقول ان هو شغال كوانتر. هنا الدوت نقطة فين، وان بي ان او بي ان بي دي نبدأ نعاير في الرقم ده. بيجي معمول بمليون ونبدأ نعاير من الارقام دي. يعني لو احنا لاحظنا الاول كان جاي معايا ما كانش بيقطع معايا مظبوط، كان مليون. بدأت اظبط في الارقام دي لحد ما غيرت اللي هي عندنا طبعا السكيل، هي دي اللي بنبدأ نبرمج من عليها الخطوات بتاعتنا. تمام. هنا عندي ليه الرسائل اللي هي المفروض ان انا الريسيف، المفروض ان انا احفظ الرقم او اعمل له كلير. لو انا عملتها ار اي سي دي بنحفظ لو الكهرباء قطعت وجت يحفظ القيمة هي. لو عايز اعمل له كلير، نرجع تاني معلش. كلير يعني لو الكهرباء قطعت وجت الرقم ده يتمسح خالص. كده كلير. كده عندنا سيف يحافظ على القيمة الموجودة. لو عايز اعمل له لوك عشان ما حدش يلعب فيه بعمل له لوك، ولكن انا بنسيبه مفتوح. ده المقص وطبيعة شغله. دي بنقف علشان ياخد مقاسه بدل الفرخ ما يجري مننا ويعدي، بياخد المقاس وبيتحرك. 2 سنتي ونص. لو الارقام واضحة يبقى معانا هنركز هنلاقي بينزل 2 سنتي ونص اللي هو القيمة اللي احنا طالبينها منه.